أعلنت السلطات الجزائرية عن قرار غير متوقع تماما لدى الجزائريين ومفاجئ في نفس الوقت، ولكنه وفق البعض جاء كردة فعل على بعض السياسات المافيوية التي تحاول خلق خلل في السوق الجزائري، وتحاول استغلال التراخيص التي منحتها الدولة الجزائرية للشعب الجزائري من أجل الابتزاز والمقايضة. ولقي قرار تجميد استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات تفاعلا كبيرا من قبل الجزائريين بعد أن أصبحت قضية السيارات تتصدر الأحداث الوطنية، نظرا لصعوبة أو استحالة اقتناء سيارات جديدة في ظل قلة العرض مقابل الطلب الكبير، تزامنا مع قرار التجميد مع التهاب سعر صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء، إذ بلغ مستويات غير معقولة وغير مسبوقة في الجزائر. وأمرت وزارة الداخلية الجزائرية بتجميد تسليم بطاقات الترقيم للمركبات أقل من 3 سنوات المستوردة من طرف الخواص المقيمين إلى إشعار آخر. وطلبت مصالح الوزارة إحصاء المركبات السياحية والنفعية أقل من 3 سنوات مستوردة، ويأتي هذا الإجراء بعد عامين من قرار مجلس الوزراء السماح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، في خطوة أراد من خلالها الرئيس عبد المجيد تبون رفع الضغط على سوق السيارات الذي يشهد لهيبا في الأسعار بسبب نقص العرض، وعلى الرغم من أن الوزارة الوصية لم تقدم أي توضيحات بخصوص أسباب قرار تجميد استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات. غير أنه وفق البعض فإن قرار السلطات الجزائرية جاء لإعادة ضبط السوق الجزائري والقيام بإحصاء شامل لهذا الملف الذي خلق جدلا في الجزائر وخارجها. كما أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبعد ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الأخير أسدى تعليمات مباشرة لوزرائه بإعادة ضبط السوق الجزائري وتجميد جميع رخص الاستيراد للأشخاص المتورطين في شبهات ابتزاز الدولة من خلال التراخيص الممنوحة لهم.